أجواء انطلقت من سوق واقف بين المنتخب الأردني ونظيره العراقي في هذه المواجهة المنتظرة بين المنتخبين في الدور الثمن النهائي. سأعود إليك جابر العربي في البيت السعودي، لكن صوت حسن الهاشمي بات معنا. حسن، ما هو المنتظر الآن في قادم الأيام بالنسبة للمنتخب العماني، بالنسبة لمصير برانكو إيفانكوفيتش؟ ما هي مطالبات الشارع الرياضي العماني هناك؟ مطالبات الشارع الرياضي في عمان كانت واضحة تماما حتى قبل انطلاقة مباراة اليوم. كانت هناك مطالبات في الشارع الرياضي في السلطنة من أقصى ظفار وحتى أقصى مسندم في عمان. الجميع يطالب حقيقة أولا بإقالة مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وبوضوح، كذلك أيضا إقالة السيد برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني بعد النتائج الهزيلة للمنتخب العماني في كأس آسيا. يبدو أن رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم استعجل كثيرا عندما صرح تصريح ناري عبر وسائل الإعلام المحلية في عمان، وقال بأن المنتخب العماني سيكون الحصان الأسود في كأس آسيا، مما قد يكون هذا التصريح له ما له وعليه ما عليه من زيادة الجرعة أو الاستيعاب الأكبر بالنسبة للاعب العماني، ولعب بصورة مهزوزة تماما عما كنا نشاهده على مستوى البطولات الأخرى. أتصور فعلا بأن المطالبات العمانية هنا كثيرة. هناك تهجم كبير عبر وسائل الإعلام ووسائل أيضا التواصل الاجتماعي في السلطنة على اعتبار مطالبة رئيس الاتحاد بتبرير موقفه في عدم إقالة المدرب السيد برانكو إيفانكوفيتش، ليس من بطولة كأس آسيا حتى على مستوى التصفيات، أو حتى خلينا نقول بعد تصفيات كأس العالم، وأيضا في بطولة والمشاركة في بطولة اتحاد وسط آسيا. أعتقد بأن الاتحاد العماني كان متفائلا كثيرا بعد المباراتين الوديتين التي لعبت فيهما عمان مع الصين والإمارات، تغلبت على الصين والإمارات، فكان هناك تفاؤل كبير من قبل الاتحاد، وهو من عكس سلبا على لاعبي المنتخب العماني الذين ظهروا فعلا بصورة غير إيجابية إطلاقا. لا نعرف حقيقة ما هي الأسباب، ولكن رأي الشارع الرياضي في السلطنة تعود الأسباب أولا على المستوى الفني إلى برانكو إيفانكوفيتش الذي فعلا يتحمل مسؤولية الخسارة ومسؤولية الأداء المهزوز للكرة العمانية في هذه المباراة التي كان يتوقع لها الجميع بالظهور بشكل مشرف. هناك ثغرة واضحة بالنسبة للمنتخب العماني، كما يقول أيضا الشارع في السلطنة بأن الخط الهجومي في عمان هو أسوأ خط هجومي مر على تاريخ الكرة العمانية في ال20 سنة الماضية، بعد اعتزال كوكبة من النجوم أمثال هاني الضابط وعماد الحسني وغيرها من الأسماء، محمد عامر كثير وغيرها من الأسماء. بعد تلك الأجيال، الجيل الأخير هذا الذي نطلق عليه الجيل الأخير الذي لعب في نهائي كأس الخليج الماضية يفتقد إلى الخط الهجومي الفعال. وهو عندما سئل برانكو آخر نقطة لما سئل في المؤتمر الصحفي لماذا لا يوجد لدينا لاعب مهاجم قناص، قال: وهل يوجد في الدوري العماني لاعب قناص؟ طيب ما هي وظيفتك يا برانكو؟ هكذا يقول الشارع العماني. ما هي وظيفتك يا برانكو إذا أنت لم تكتشف لنا لاعب مهاجم قناص على مستوى المنتخب العماني أمثال عماد الحسني وغيرهم؟ فما هي وظيفتك هنا؟ أعتقد بأن برانكو إيفانكوفيتش بعد هذه البطولة مباشرة ستتم إقالته فورا من قبل الاتحاد العماني، وإذا لم تتم إقالته فستكون هناك مشكلة ما بين الجمهور الرياضي وما بين مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم. أجواء حزينة هناك في مسقط، ومنها مباشرة من مسقط من حسن الهاشمي إلى البيت السعودي هناك في الحي الثقافي بكتارة مع الزميل العزيز جابر العربي. ما هي ردود الفعل الأولى جابر لتعادل